المسألة والنقطة الأخيرة أخي لوبو اللي بغيت نشاركها معكم بالنسبة للمنصات الأجنبية، أنا كنشوف من واحد الخطر فيها، ربما هو ماشي من الثقافة المغربية. مثلا بغاو يردوا أن أبار مثلا التطبيع أو النقاش مع الانفصاليين أو تمرير المغالطات، ولكن كاينة مسألة أخرى بغاو يردوا أن الكلام مثلا على شخصية الملك وعلى الانتقاد على سياسة الملك والامور، يعني بغاو يردوا ان الانتقاد فيه هو امر طبيعي وعادي ويمكن لاي احد انه يدخل في هذه المواضيع، وهذا امر كنظن مرفوض من عند المغاربه. حتى ملكهم انا احترمه، يعني على الصعيد الشخصي احترمه، اذا انتقدت يعني سياسته انتقد سياسه، هذا من حقي يا اخي، هو ليس ملك وليس معصوم وليس اله، هو محمد السادس وليس محمد رسول الله، هو يعلم بهذا الكلام واكيد انه لا يريد هذا التمجيد الزائد لانكم تضرونه اكثر مما تنفعونه، اتركوا مجال للخلاف، يا كذا يا لا شرعي يا تافه، ثم بعد ذلك ايش راحوا يصلحوا؟ راحوا عملوا بلاغات، اول شيء طيروا المساحه. انا قاعد الان احاول اني اوصل الفكره، ما ادري هي بتوصل ولا ما بتوصلش، بس هذا الذي انا شعرت به، لذلك قلت لكم انا حتى، وهذا من حقي واقولها للمغاربه، انا لست ذلك الشخص الذي قدوا في جيبكم، لا ياتي ربما ياتي يوم انتقد سياسه الملك، ملككم الملك ملككم قد انتقده، لكن بعد ان رايت هذه العلاقه الروحيه، انتقادي للملك علي باعتباري محب لهذا الشعب المغربي الذي دخلت بيته ان اراعي قبل ان اراعي الملك نفسه، ان اراعي شعور الشعب هذا، يعني انتقي الكلمات، انتقي الاسلوب، ان اتكلم بطريقه معينه، بطريقه زي مش مثل الاول يعني. ما النقد قد انتقد سياسه الملك محمد السادس، وانتقد سياسه الحكومه، وانتقد، وهذا من حقي والدنيا والسلامه، ونفسه بشر في نهايه المطاف، لكن علي وهذا الشيء اراعيه، وقلتها انا لست حفيظ دراجي، انا لست حفيظ دراجي، انا مش قليل الاصل، انا لست ذلك الدني، انا لست ذلك اللئيم، ولن انسى ولن اخذل المغاربه، ولن انسى اكرامهم واحترامهم وتقديرهم لي ابدا ابدا، حتى اذا انتقدت سانتقد واختار كلماتي بعنايه بحيث اني لا اجرحهم او اجرح كيانهم في شيء. انا لا اكره احد، اذا كان هناك من يسبب فتنه فهم الشياته والعياشه، بتوصل في هذا المصطلحات؟ انا اعرف عياشه، الشياته ما اعرفها. هو الشياته العياشه وعاش الملك المطبلين للملك المغربي، والشياته في الجزائر المطبلين الشيات بمعنى المسح اللي يمسح الاحذيه، ايوه في اللي بيمسحوا له هكذا، فالشياته والعياشه من البلدين هم اللي يشقون الصف. اما انا والله يقول ابتعدوا من ملوككم ورؤسائكم، وش ابتعدوا؟ اقصد لا تتعصبوا وخليكم شعوب، خلوا الخلاف سياسي. الان في شيات جزائري لا يعتبر نفسه وطني يخدم الجزائر الا اذا هاجم المغرب، وفي عياشي مغربي لا يعتبر نفسه مغربي اصيل الا اذا هاجم الجزائر. انا احاول الموصف مو شتت، انا لا عياش ولا شياش، هكذا قيل عنك. يقيلوا انا كنت مع المغاربه في الاستاديوم والله كلهم محبين، ما رايت الا واحد يقول لي لو سمحت قل ما شئت الا الملك. الملك هذا لا تقارنه، عادي يا اخي، الملك منهم ما هو ولا تسعه. محمد السادس كم جلس في بطن امه؟ سنتين ولا كم جلس؟ صح. ما هو عينين زياده، مع عين زياده علي، انا ملك بشر، عندما يخطئ نقول لكم اخطا، اذا هو مقدس عندكم، انا ما عندي مقدس ابدا، لا ملك ولا اي بشر في الكون عندي مقدسه، لا دخلي معهم فيه. لا انا بسال سؤال، في كثير ناس تسال هذا السؤال.